أعلنت رئيسة البرلمان الإيطالي لورا بولندري عن تشكيل لجنة برلمانية لرصد خطاب الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين في بلادها. وقالت بولدريني في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان إنها سترأس شخصيا هذه اللجنة التي ستضم في عضويتها نائبا واحدا من كل كتلة برلمانية، بينما سيشارك في تقديم المشورة التقنية مندوبون عن منظمات دولية مثل العفو الدولية ومجلس أوروبا وهيومن رايتس ووتش، فضلا عن خبراء في مجال الإحصاء ولغويين، بالإضافة إلى علماء اجتماع. وإن الهدف الأول الواجب تحقيقه دراسة ظاهرة خطاب الكراهية المرتكزة على التعصب والعنصرية والبحث فيها، بالإضافة إلى تحليلها، وفضلا عن وضع تقرير سنوي حول الوقائع المتعلقة بالظاهرة في إيطاليا. ووفق معطيات رسمية يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا 1,613,000 نسمة، يحمل 150,000 منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامة قانونية.